التحية الطيبة والسلام، أهلا وسهلا بكم متابعينا الأعزاء في برنامج رسالة خير في حب الغير. عدنا من جديد في الحلقة 24 بموضوع مهم جدا وصانا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم به عن اليتيم. في فقرتنا الأولى هذه نتحدث لكم عن فرحة اليتيم. ما أجمل فرحة اليتيم، وما أجمل أن تضع يدك أن تمسح برأس اليتيم. أنا وكافل اليتيم كهاتين، فما بالك بعظم هذا الأمر وجماله حين تكون بجوار النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. فرحة اليتيم لا تقارن بكنوز الدنيا كلها. من يفرح اليتيم يفرح في هذه الحياة، من يفرح اليتيم ينال الأجر والرفعة في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يكون جوار النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فرحة اليتيم قد تغنيك من هذه الدنيا كلها. من يكفل اليتيم يؤجر أجرا عظيم. ما أجمل حين تغرس الفرحة في قلوب اليتامى وتمسح على وجوههم الحزن والبأس الذي قد سكن في قلوبهم. فأتمنى من كل قلبي من له القدرة في هذه الحياة حتى بإفراحهم بهدية، حتى إفراحهم بكلمة، حتى في أقل قليل في هذا الدين مسح رأس، يعني مسح رأس اليتيم يؤجر عليه المرء، فيما بالك بالعطاء بالكلمة الطيبة بكفل اليتيم. من أعظم الأجور ومن أعظم الحسنات الذي ينالها الشخص الذي سيكون بجوار النبي. السلام عليكم متابعينا، اليوم نتعرف على شخص. ما اسمك؟ عبد الله. كيف حالك؟ الحمد لله. الله يحفظك. يا عبد الله، ايش تنصح الناس يعني عن انهم يعني عن الأيتام او عن النصيحة؟ ايش تنصحهم؟ ننصحهم الداعي لهم واغفر لهم. ايوه، يغفر لهم. ايوه، نصلي ندعي لهم. ايوه، ونرحمهم. يا سلام، صح، كلام صح. وندي لهم نصيحة من قلبنا وندي لهم أي شيء. يا سلام، ألف ألف مبروك الجائزة يا عبد الله، كلامك صح. وإن شاء الله بإذن الله يعني ما ننساش، ما حد ينسى الأيتام، ونكون بقدر استطاعتنا ندي الذي نقدر عليه. ألف ألف مبروك. أهلا وسهلا بكم متابعينا. اليوم نقدم لكم الرائعة والمتميزة عبير، مقدمة جماهيرية وموهبة في الصوت أيضا. نورتي برنامج يا عبير. بنورك أكيد يا صديقي. يا عبير، ما رسالتك عن كفل اليتيم للجماعة؟ طبعا أعرفكم عنها. أول حاجة هي مثلت مع فتحي إبراهيم أكيد في مسلسل سعادة والجن، وفي معها مسلسلات قادمة، انتظروها وتابعوها. رسالتك يا عبير عن الكفل اليتيم، ماذا تقولي للجماعة أو للناس؟ طبعا كفل اليتيم وحقوق اليتيم الله وصفها في القرآن الكريم، وأوصانا باليتيم، وأوصانا أيضا في مال اليتيم نحن عليه ونعطف عليه وما نفرط في حقه، لأنه ما فيش له سند في الحياة. فالله سبحانه وتعالى نبهنا أكثر من مرة في آيات قرآنية عديدة باليتيم. يا سلام، فعلا كلام صح. وأكثر آية تدخل القلب، وأما اليتيمة فلا تقهر، يعني شيء عظيم جدا. وشكرا جزيلا لرسالتك، الشكر لك. والتحيات الطيبة لكم. دمتم بخير.